الناس اللي على اليوتيوب ما وصلتوش لغايه دلوقتي 3000 لايك. والله عيب يا رجال، والله يا عيب الشوم يا رجال، مع اني بحبكم والله بحبكم بابا بام. تسمح لي ادير الحوار عن بهجت؟ اسمح لك بالله عليك لا عرف الناس بنفسك. اسمعني يا استاذ، اسمعني يا استاذ، بس اقفل المايك واسمعني. حضرتك احنا اتفقنا من المره اللي فاتت حضرتك هتطلع هتقول ان حضرتك لامنك الشخصي مش هتقدر. لا 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 لا، ما هو يرد. عرفنا بنفسك واحنا هنمليه يقول ايه؟ انت بتغششه ولا ايه؟ انت ما تمليش اقول ايه؟ لا بقى ارد عليك. انت خايف تقول معلوماتك على جيشك وعلى جيش بلدك يا استاذ. الجيش ده اللي حميك يا استاذ، لا اله الا الله. اقف يلا في المايك. هو انت جاي تفهمون الناس وتمشي؟ اقفل المايك، اقفل المايك. ادي اتفضل، ادي اتفضل. حاضر يا استاذ، بعد اذنك حضرتك انت عندك مشكله تعلن معلوماتك الشخصيه؟ اكيد طبعا. ما اعرف ليه السبب لو سمحت. خايف؟ انا بكلمك كمواطن شخصي عادي بكلمك. لا لا انت خايف وجبان، انت جبان، انت خايف. ما انا جبان. قول معلومات بس. حاجه ثانيه. لا 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 لحظه. خلاص اديني بقى اعرف يا استاذ صح بقى. قول لنا اسم يا استاذ، اسمك وتقول انا مش هقول معلوماتي لاني جبان وعين بس. ساعه ونص عايز ارد عليك. هترد عليا، هترد عليا يا استاذ. احنا بنحترمك ومقدرينك لحد دلوقتي يا استاذ. انا مقدرك والله واعطيك مساحه ومحدش قفل عليك، بس بعد اذنك لما الاستاذ بهجت يا تيزي لما الاستاذ بهجت يتكلم، لما هو يتكلم انت لازم تسمعه، وهو لما حضرتك هيبقى وقت هيسمعك. فبعد اذنك حضرتك ممكن تفتح المايك وتقول زي ما حضرتك حابب، ان حضرتك مش حابب تعلن عن معلوماتك الشخصيه وتبدا الحوار. بس حضرتك يا ريت تلتزم بالقواعد دي، لما هو يتكلم تسمعه، لما حضرتك تتكلم هو هيسمعك. شكرا. حلوه، مفيش مشكله، تحت امرك وانا هسكت. خليني كواحد ضيف عنده في الجست نتكلم ونرد على بعض. انا هسكت خالص. اتفضل يا استاذ بهجت قول اللي عندك وسيبنا ارد عليك. تمام، انا ممكن احسب الوقت اللي الاستاذ بهجت هياخده واديك نفس مساحه الوقت، ويبقى كده الموضوع يعني بعداله وشفافيه قدام الناس كلها. ده مناسب لحضرتك؟ اعرف الساده الحضور انا المواطن المصري المولد بهجت السيد صابر مرسي سليمان، مواليد محافظه الجيزه بولاق الدكرور زنين، مقيم بشارع الاتحاد، او عنواني في مصر الان شارع الاتحاد، نفس عنوان ميلادي بس شارع الاتحاد العمومي. تمام. مقيم الآن في مدينة نيويورك، بيقولوا لها منهاتن، في ولاية نيويورك، شارع 38 عمارة 432 شقة 3W، الولايات المتحدة الأمريكية. الرقم البريد 10018. رقم تليفوني مشهور وكل الناس عارفاه 1646-221-2462 على المعاش، ومتزوج وأعول، ولد وبنت لزاز جمال. بنت اتولدت في مصر وولد اتولد في أمريكا. البنت عمرها 10 سنين والولد عمره 7 سنين. لسه ماشي، دي ماشيه في ال11 وده ماشي في ال7. عاوز تعرف أي معلومة شخصية عني أنا مستعد. عاوز رقم باسبوري وصورته والله أنشرها، بس هضطر ألغي شوية حاجات فيها كده، لكن دي معلوماتي الحقيقية. معلوماتي في الباسبور الامريكي باسمي كده بهجت صابر، ونفس المعلومات ما فيش عنوان في الباسبور الامريكي. انا عاوزك تعرفنا بنفسك. اتفضل عرفني بنفسك. لا انا متفق مع تكسا ان انا مش هعرفك بنفسي خالص. انا بكلمك ممكن تقول لي لماذا يا استاذ؟ معجبين بكلمك. ماشي، لماذا؟ لماذا؟ معجبين يا سيدي، واحد معجبين يا سيدي بتكلم معاك حضرتك يا سعاده البيه. حضرتك قلت لي بقى عليك بقى يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، ومش محتاج اتعرف يا سعاده البيه. ما بتعرفش عليا انا، انت بتعرف الناس بيه يا بيه. انا مش محتاج اتعرف عليك. الانتربول اصلا يا عم كله عليك يا عمنا يا استاذ. بص يا حبيبي، بص. انا عرفتك بنفسي وعرفت الساده المشاهدين، مش بعرفك انت، انا بعرف الساده. فانت تقول للناس انت طلعت وقلت انا نقيب في الجيش المصري وعايش متهيألي في مدينتي واسمك احمد اللي انا متذكره عنك. لو انت المفروض انت قلت ان احنا مش هاممنا حد ومش خايفين ومحدش يقدر علينا ومحدش، فانا قلت لك اديني معلوماتك زي ما بديك معلوماتي.
اطلع قول للناس بقى يا باشا، اطلع قول للناس انت خايف تقول معلوماتك ليه بس، وكمل معايا الحوار. اتفضل. لا انا متفق مع تكسن قبل ما اطلع في الجست بتاعك ان انا هتكلم معاك عادي جدا. انا خايف تقول ماشي يا فندم، انا انا مش بص مش هرغمك تقول معلوماتك، بس قول للناس انت خايف تقول معلوماتك من حق الناس. بص انا جايبك ناس، انت رفعت ايدك طلعناك، انت بالنسبه للناس شخصيه نكره محدش يعرفك، ربما انت بتسيء الجيش المصري وبتنتحل شخصيه ضابط مصر. قول للناس لا انا خايف على امني الشخصي، خايف لحسن بهجت صابر يعرف عنواني فيبعت لي حد من الرجاله بتوعه يعلقني من التوته. خايف من مين يا حبيبي؟ نعم مين؟ خايف من بهجت صابر. خلاص يا عم بهجت بعد خايف اذنك، ينزل بعد مصر. إذنك بس. لحظة. يا استاذ يقول لا لحظه انا هخاف منك انت يا استاذ. يا استاذ يبقى انت خايف تقول حضرتك دلوقتي معلوماتك عندك ليه؟ السؤال يا عم بهجت معترض. بعد اذنك عم بهجت، السؤال انت لو دلوقتي معترض. السؤال لو يا معترض. استاذ بعد اذنك اقفل المايك. السؤال عند حضرتك دلوقتي، حضرتك يا تقول اسمك ومعلوماتك، يا تقول انا اسمي محمد بشتغل كذا لامني الشخصي كذا بس، وتبدا الحوار. فمش هنقعد نطول عشان اتفضل يا وقت أستاذ. الناس لو سمحت. هو واحد بيتكلم وعايز ارد عليه. لا أنا لا عايز لا أفضل. لا 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 قول انت ما يا أنت استاذ أول انا بس مش جاوب. هحاور أيوة. نكره والناس مش هتسمع لنكره. نظام ليه؟ انت تتكلم من يا استاذ يا استاذ من ورا أستاذ الموبايل. محمد. يا أستاذ، محمد. لا. يا أستاذ محمد. يا أستاذ قال يعني يا أستاذ محمد. قال يعني انت جاي بتتكلم وانت قاعد على حجري ما انت بتتكلم من ورا موبايل يالا السيسي نفسه يا اقفل عليه المايك. السيسي نفسه بيكلم الناس من ورا موبايل وتلفزيون، السيسي بيكلم الناس من التلفزيون وموبايل، وزير دفاعك بيكلم الناس من الموبايل، انتوا كلكم بتكلموا. يا ده انا بقول لك عنوانك خايف تقوله يالا، يا ده انا بقول لك عنوانك خايف تقوله يالا، خايف تقول عنوانك، انا اللي خايف. تكسب من ورا الشاشه زيك. نعم والنبي هتكسب. نزله تحت، لا 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 نزله تحت، نزله لما يتعلم الادب ويتعلم ازاي يعمل حوار مع اسياده. ولما هتطلع يا واطي يا ابن الواطي هتفتح المايك ده اذا سمح لك تكسن. سيدي ومولاي هل تأذن لي بحوار؟ فإن كذبت أو دلست أو أسأت الأدب يا مولاي فاحشر في دبري عدوى الحمار. هذا هو طلب الحوار يا نكرة يا جبان يا واطي يا ابن الواطي. بقى أنا يا ابن الكلب خايف ومرعوب؟ ده أنا لسه قايل لكم عنواني يا ابن الكلب يا واطي. بقى أنت بتتكلم من ورا موبايل ليه؟ ما تنزل مصر. طب ما تقول لي السيسي يبطل يكلم الناس ويجمعهم في الميادين يا ابن الكلب ويخاطبهم. هو السيسي يا ابن الكلب عمره كلمكو غير من ورا الشاشات يا ابن ام توته حمرا؟ سلم على ماما وقول لها عمو بهجت جاي في الارض المزروعه هيحط في توتتي يما وفي توتة وزير دفاعي ومجلسي العسكري والسيسي، وانت يا مايا اطولها واتخنها واعلاها واكبرها زعزوعه. هتطلب طلب الحوار، ولو ما عجبنيش اي تعليق انت كاتبه او اي لجنه ابن كلب شتم من الان لازم تقسم قسم العبوديه يا ابن الكلب يا شخة ولاد فوزيه يا ابن. انا خايف، امال انت تبقى ايه يا ابن الكلب؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي انا اللي خايف. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ده لا وساكن في مدينتي، يقول لك انا ساكن في مدينتي. ده بقى كوميونيتي معمول عليه سور وحراسات وراجل في الجيش مهمته مقاتل. المقاتل خايف من واحد مريض قلب يا جدعان مش قادر ياخد نفسه ومش ممكن هينزل البلد في الظروف دي. لكنكم تعلمون أن الحق له رجال، وقد آن الأوان نكشف عن أعمالنا وأفعالنا
ونحط عليك ايها العسكور الجبان يا بطاقة حمرا مليانة نتانا وعفانة وزفارة سمك وشخة ابو قردان.